وقف أهل العراق يشاهدوا التتار وهم بيكتسحوا خراسان ويقتلوا الآلاف من أهلها، وما تحركوش لنصرة إخوانهم المسلمين، وقرروا اتباع طريق السلام مع التتار. وبعدها بسنتين بس جالهم التتار وقتلوا أكتر من 1,000,000 شخص من أهل بغداد وأحرقوها بمن فيها، ومع ذلك لم يتعظ أهل الشام ورفعوا رايات السلام وأقاموا مع التتار اتفاقيات ومعاهدات، ووقفوا يشاهدوا العراق وهي بتحترق وأهلها بيقتلوا. وبعد كم شهر جالهم التتار واحتلوا الشام ودمروا دمشق وقتلوا أهل حمص وأحرقوا حلب، لغاية ما جه دور مصر. وكان المماليك بيميلوا لقبول شروط التتار المجحفة وإقامة السلام معاهم، لولا إن ربنا ثبتهم بالشيخ العز بن عبد السلام والسلطان المظفر قطز، وقال لهم: أنا ألقى التتار بنفسي يا أمراء المسلمين، لكم زمان تأكلون من بيت المال وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، وإن الله مطلع عليه. الأمراء ثاروا ودمهم جري في عرقهم بعد اللي اتقال، وعشان قطز يتأكد من عدم وجود فرصة للهدنة أمر بإعدام رسل التتار وتعليقهم على أبواب القاهرة، وعشان يعلم الجميع باستنفار الدولة للجهاد ومحاربة التتار، ويقطع كل الطرق على كل من أراد إنه يسالم التتار. وكان يوم عين جالوت يوم صعب على المسلمين، اضطر قطز إنه ينزل أرض المعركة بنفسه بعد ما كان بيدير المعركة من بعيد، وكان هيستشهد بسهم تتري أصاب فرسه، وبعد ما اشتدت الأمور نزل من على فرسه وبقى يقاتل مترجل، وده ذات من تثبيت الجنود ورفع روحهم المعنوية، ورمى الخوذة بتاعته على الأرض تعبيرا لاشتياقه للشهادة وعدم خوفه من الموت. انتصر المسلمين ودارت الدائرة على التتار، وصارت عين جالوت موقع للفناء الحقيقي للتتار، وفيها ربنا ريح العالم من شرهم على ايد ناس صدقوا الله فصدقهم، ونصروه فنصرهم وأعزهم، فما أشبه اليوم بالبارحة. نسأل الله السلامة، وما تنساش تدعي لإخواتك بالنصر والثبات.